معناها ان انت ما تقدرش تشتغل. كنت بصرف 200 دولار في الاسبوع، البنزين دلوقتي بيتملي ب 60 دولار، ومصاريف الجامعه بتبقى مهوله. ممكن صاحب اللي بيشتغل ده يختار في يوم ان هم يدفع لك، مستحيل يدوا منح لغير الامريكيين. بيبقى في ناس بتخطف ناس. ايه البديل بقى؟ ايه الحل؟ في حاجه واحده بس، لا ما تقدرش. بس خليني اشرح ليه. انت لما تيجي تروح جامعة في امريكا من اي دولة انت جاي منها، الاكيد ان انت بتكون جاي بفيزا طالب. فيزا طالب معناها ان انت ما معكش حاجة اسمها Social Security Number. Social Security Number ده زي الرقم المدني او الرقم القومي في مصر. معناها ان انت ما تقدرش تشتغل. هل الكلام ده صح؟ بس في لفة. انت تقدر تشتغل في الجامعة، وعلى حسب الجامعة بيدوك فلوس. يعني مثلا جامعتنا بيدفعوا لمعظم الطلاب اللي بيشتغلوا في الجامعة على فرونت ديسك او على اي حاجة 12 دولار في الساعة، بحد ان انت تشتغل 20 ساعة في الأسبوع. واللي هو أنت تشوف كده 12 دولار، ده معناه إن أنا أقدر أجيب مثلا 240 دولار. دي فلوس كتير قوي ومش عارف إيه وبتاع. لا، 240 دولار في الأسبوع في أمريكا ولا أي حاجة، لأن أنت ما معكش سيارة عايز تجيب أوبر تروح البنك، أو عايز تجيب أوبر تروح المحل تشتري أكلك وبتاع. أنت أوريدي خلصت 60 دولار. أنا شخص مش ضخم، يعني كنت بصرف 200 دولار في الأسبوع. شوف ال 240 في الأسبوع بيتشال منهم 40 دولار ضرايب، بيتبقى معاك 200. انت تفكر دي فلوس كتير قوي، ده 10,000 جنيه في مصر. زي ما بيقولوا الجنيه جنيه في بلده، الدولار دولار في بلده. يعني فالبنزين دلوقتي بيتملي ب 60 دولار، فلازم تفصل بين المصاريف دي. ومصاريف الجامعة بتبقى مهولة، اقرب ل 55,000 دولار. في الناس اللي بيحكوا ويقولوا انا جيت واشتغلت ودفعت المصاريف، ده ما بتبقاش الحقيقة الكاملة. زي ما موضوع ال1000 دولار بتاعي ده لسه القصة الكاملة أنا ما حكيتهاش وبحكيها، فاعمل اشتراك لو أنت مش مشترك. ده معناه إن هل أنا اشتغلت في الجامعة؟ لا. هل أنا اشتغلت؟ بس أقول لكم موضوع إن أنا كان واحد صاحبي دوم طلع فيديوهات كتير، اللي متابعنا من زمان يعرف. دوم كان بيشتغل في استاد الجامعة، اللي هو استاد ضخم بيبقى فيه 70,000 مشاهد، بيبقى فيه بسطة بيعملوا أكل مكسيكي ومش عارف إيه وبتاع. فأنا رحت أكتر من مرة وبيدفع لك بكاش، وبيني وبينكم ده غير قانوني لو حد عرف كده. بس شايفين انا جاي اقوله لكم على الانترنت هنا عشان بحبكم. هو ده الموضوع، ان تقدر تشتغل ويدفع لك فلوس تحت الطاوله. بس الموضوع ده بيبقى فيه لف ودوران، وممكن صاحب اللي بيشتغل ده يختار في يوم ان هو ما يدفعلكش. لو انت بتشتغل عند حد ومش ما عندكش ورق، يقول لك انا مش هدفع لك. تقول له ليه؟ مش عارف ايه بتاع. هيقول لي يا عم بلغ عني، انت هتتسفر وانا هاخد غرامه. الموضوع ان هو تيجي امريكا وتشتغل وتدفع فلوس جامعتك وتدفع فلوس ان انت تعيش ده مش واقعي. دي حاجه ما تقدرش تعملها. بس ايه البديل؟ هل البديل مثلا منح؟ لا، ده مش بديل، لان حاليا ترامب قطع تمويلات للجامعات، فالجامعات دلوقتي صعب تدي منح للامريكيين، فمستحيل يدوا منح لغير الامريكيين. او ممكن بس مش اللي هي المنحه الفول رايد اللي انت يدفعوا لك كل حاجه. وفي نفس الوقت زي ما قلت في فيديو السفاره، بعيدا عن الجامعه، الدوله مش هتقبلك غير لو هم شايفين ان انت ممكن تفيد الدوله، سواء بعلم سواء بفلوس. بس في الاغلب 99% بيبقى فلوس. حبيبي ده كلمني على الانستجرام، بس انا مش متذكر اسمه، الشخص اللي عراقي مصري، استنى اجيب لكم اسمه عشان عيب. علي حسن ده حبيبي كلمني على الانستجرام لما حصلت الدوشه دي. بيقول لك ان هو راح بفيزا دراسه واشتغل اوبر وتوصيل. انا متاكد ان 100% الكلام اللي بيقوله حقيقي، بس هو في جزء زياده. ان انت لو تشتغل توصيل، عشان انا اشتغلت في توصيل، كنت بخلي حد يسجل برخصته هو السوشيال سيكيورتي نمبر، وبتتبعت له الفلوس على البنك بتاعه هو. فبسبب ان زي ما قلت لما بتيجي فيزا دراسه انت ما عندكش سوشيال سيكيورتي نمبر، فما تقدرش تبقى اوبر. توصيل اكل ممكن، لان محدش بيهتم. انت لو اسمك ولد وانت ولد محدش بيهتم. لكن في الاوبر ده بيبقى خلل امني، بيبقى فيه ان الناس بتخطف ناس مش عارف ايه، فالناس بيبقى عندهم صوره السائق، صوره السياره، رقمه المدني، تاريخ ميلاده وكل حاجه. ده مش قانوني ان انت تبقى تسوق باسم شخص تاني في التوصيل. بس موضوع ان انت تبقى جاي فيزا دراسه وتشتغل توصيل اكل او اوبر مش موضوع واقعي. ايه البديل بقى؟ ايه الحل لو انا عايز اجي امريكا وفي بالي ان انا اشتغل وادفع؟ في حاجه واحده بس، ان انت يكون عندك بكالوريوس، تقدم على ماجستير. اللي هيحصل ان انت هتكون مدرس، فان انت
تبدأ تشتغل كمعيد، وقتها هيدفع لك فلوس وهتبقى دراسة مدفوع عليك. بس حتى الموضوع ده حاليا بسبب مشاكل ترامب الموضوع ده صعب. بس انا اعرف اكتر من شخص مصري وتخرجوا من جامعات من القاهرة، واعرف صحابي فيهم دلوقتي راحوا قدموا على ماجستير. فالموضوع ان انت دلوقتي ما تفكرش ان انت لو اتخرجت من ثانوية عامة وما حصلكش نصيب تدخل اللي انت عايزه ان انت ممكن تسافر امريكا. الافضل والحاجة الواقعية الصح اللي تتعمل ادخل بكالوريوس، شد حيلك، يبقى احسن من كل الناس. وبعدين بعد ما تخلص قدم وحاول تعمل ماجستير في امريكا. وقتها انت بتيجي بالفيزتين H1B وفيزا دراسة. وقتها تقدر تشتغل تدخل تدرس في امريكا. بس غير كده موضوع ان انا اشتغل اسبوع باسبوع واقدر ادفع البكالوريوس بتاعي وفي نفس الوقت اعيش في غرفة بسقف بمية باكل كل يوم، ده فعلا مستحيل يعني، خاصة دلوقتي الحاجات الاقتصادية وكده. في حاجة هنا مضحكة ان قسم الفيزياء معظمه من مصر. اللي انا اتكلمت مع ناس وفي الاغلب ان انا هجيب واحد من الناس دي واعمل معاه مقابلة في القناة، فبرضه اشترك لو انت مش مشترك. ان هم بيخلصوا بكالوريوس في مصر عادي جدا، وبعدين بيقدموا على ماجستير، يتقبلوا ييجوا هنا يبقوا معيدين، وفي نفس الوقت بيدفع لهم دراستهم لانها من الجامعه، وبتقدر تعيش عشان الجامعه بتديك مرتب وفي نفس الوقت دراستك مدفوعه لك. فده الموضوع بخبرتي ان هي دي اسهل طريقه. هو ده الحل اللي انا قلته لكم، ده اللي انا اعرفه. وانا هحاول انزل فيديوهات كده تكون مفيده شويه، وهحكي اكتر وهتكلم اكتر وهحكي قصص، ونرجع لموضوع حكي قصص زي ما بنقول فيديو في الاسبوع، وممكن كمان يبقى فيديوهين في الاسبوع. روحوا الانستجرام وانا هقول لكم لما اجي انزل فيديو. ويعطيكم العافيه، شكرا على المشاهده، واطلعوا بره.